مساء الخير يا رجالتنا، رجالة الصف السادس الإعدادي، عاملين إيه يا صديقي؟ أتمنى تكون بخير وصحة وسلام. عزيزي الطالب المحترم، النهاردة هنحل مع بعضينا محافظة الشرقية. يلا بينا نبدأ. يلا، أول سؤال بيقول لك إيه؟ السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها جسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. سرعة منتظمة يمشي بها الجسم يعدي نفس المسافات في نفس الأزمنة، دي اسمها السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة. طيب تمام. إحدى صور التكاثر اللاجنسي الذي يختفي فيه الفرد الأول. صورة من صور التكاثر اللاجنسي يختفي فيها الفرد الأول بالانشطار الثنائي طبعا. الانشطار الثنائي. ماشي. الشعاع الضوئي الذي يرتد من السطح العاكس. عندي سطح عاكس وشعاع ضوئي ساقط وشعاع ضوئي يرتد، يبقى ده اسمه الشعاع الضوئي المنعكس. الشعاع الضوئي المنعكس. ماشي. علل. تبدو السيارة المتحركة بسرعة معينة وكأنها ساكنة لمراقب يتحرك معها بنفس السرعة وبنفس الاتجاه. في سيارة ماشية بسرعة معينة. ماشي. هي ماشية بسرعة معينة بين أكنها ساكنة. عارف يعني إيه أكنها ساكنة؟ يعني هي واقفة في مكانها بالنسبة للمراقب. يعني المراقب بيتفرج عليها بسرعة مقدارها كام؟ صفر، واقفة في مكانها ساكنة. يتحرك معها بنفس الاتجاه. يعني المراقب أدي أهو عشان تبقى فاهم. بص يا سيدي، أدي أهو عندي مراقب، تمام، وعندي السيارة، هما الاتنين ماشيين بنفس الاتجاه. دي السرعة الفعلية بتاعت السيارة طبعا. بيقول لك إن مراقب بيتفرج عليها شافها وكأنها ساكنة. يعني السرعة النسبية اللي الناتج طلع بتاعها في الآخر طلعت بتساوي صفر. ده معناه إيه؟ ده معناه إن السرعة الفعلية وسرعة المراقب هما الاتنين كانوا نفس الإيه؟ المقدار. لو ده ب30 وده ب30 وجيت طرح الاتنين من بعض يطلع الناتج بكام؟ بصفر. هتقول له لأن المراقب والسيارة وسرعة السيارة الفعلية وسرعة السيارة الفعلية يكونان نفس المقدار. ماشي. قارن ما بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة من حيث التعريف ومن حيث نوع البؤرة ومن حيث نوع الصورة. التعريف بتاع العدسة المحدبة والعدسة المقعرة، أفكرك العدسة المحدبة كانت الرسمة بتاعتها عاملة كده أهو، والعدسة المقعرة كانت الرسمة بتاعتها عاملة كده أهو. المحدبة كانت بتجمع الأشعة، المقعرة كانت بتفرق الأشعة. طيب تمام، عايز التعريف. من حيث التعريف العدسة المحدبة، ممكن ننزل بالسؤال ده هنا كده أهو يا سيدي. العدسة المحدبة مالها يا مستر؟ هي عدسة متختخة في النص يا ولاد، يبقى هقول له سميكة في المنتصف ورقيقة عند عند الطرفين، ووظيفتها ان هي تعكس الضوء. ماشي. تكسر الضوء، معلش عشان دي عدسات تكسر الضوء. ماشي. لكن العدسات المقعرة حبيبي، ايه لازمة العدسات المقعرة؟ قال لك العدسات المقعرة هي سميكة بس فين؟ عند الطرفين. ورقيقة عند عند المنتصف. يبقى في المنتصف رقيقة. يعني بص كده تلاقيها مرسومة بالمنظر ده. ده اهو رقيقة في المنتصف ومن على الجناب بتاعتها متختخة، فأقول له سميكة عند الطرفين ولكن رقيقة فين؟ في المنتصف. ده لو عايز التعريف هتقول له هي قطعة ضوئية تقصر الأشعة الساقطة عليها وسميكة في المنتصف ورقيقة عند الطرفين. عايز نوع البؤرة الأصلية. تمام. البؤرة بتاعت العدسة المحدبة دي بتجمع الضوء، يبقى بؤرة حقيقية. لكن العدسة المقعرة بؤرة تقديرية. نوع الصورة المتكونة، نوع الصورة المتكونة حقيقية برضو وتقديرية هي. يبقى نوع البؤرة المتكونة دي البؤرة بتاعتها تكونت أمام العدسة، لكن دي تكونت خلف العدسة. ماشي. يلا يا سيدي خلينا نشوف المسألة دي. بيقول لي تحرك الجسم بعجلة منتظمة خلال 11 ثانية فوصلت سرعته بعد 5 ثواني إلى 3.6 كيلو متر كل ساعة، وفي نهاية الحركة بتاعته وصلت سرعته ل 1.3 متر كل ثانية. احسب سرعة الجسم التي بدأ بها الحركة. أنت عندك هنا كم سرعة؟ عندي سرعة الجسم التي بدأ عندها الحركة دي السرعة الأولى. ماشي. بعد كده عندي بيقول لك فوصل سرعته بعد 5 ثواني إلى 3.6، يبقى دي السرعة اللي بعديها.
يبقى السرعة التانية ده اهو بكام؟ ب3.6 بس كيلو متر كل ساعة. طيب تمام. وبعد كده وفي نهاية حركته بقت السرعة في نهاية الحركة 1.3 متر لكل ثانية. يلفت نظرك أول حاجة لفظياتك، دي السرعة اللي بدأ بيها فنقول عليها مثلا عين صفر. دي السرعة التانية ادي عين واحد، ودي الأولى ودي التانية عين واحد وعين اتنين. ماشي. تاني نقطة دي كيلو متر كل ساعة ودي متر كل ثانية. هحول الكيلومتر كل ساعة فأضرب 3.6 في 5 على 18 هتطلع بواحد متر لكل ثانية. يبقى عندك السرعة الأولى هنا اهو بواحد متر كل ثانية. طب حلو. بعد كده عايز أحسب السرعة التي بدأ بها الحركة. عشان أحسب السرعة دي لازم يكون معايا السرعة دي. حلو. ارجع قوانين العجلة بتاعتك، يقول لك عين 2 ناقص عين 1 على ج في دلتا زد. حلو. فأنا لو عايز أحسب عين 2 أو عين 1 لازم يكون معايا أختها التانية. أنا هنا عايز أحسب عين صفر، يبقى عين 1 ناقص عين صفر يساوي ج في دلتا زد. عايز تحسب عين صفر يبقى لازم يكون معاك عين 1 ولازم يكون معاك ج ولازم يكون معاك دلتا زد. الدلتا زد بيقول لي فوصلت سرعتها بعد 5 ثواني، يبقى دلتا زد هنا هو كام؟ بيساوي 5. يبقى ده التغير في في الزمن في المرحلة اللي هي هنا. ماشي. يبقى احنا معانا الزمن ب5. ماشي. ومعانا عين 1 بكام؟ ب1. حلو. ناقص العجلة. نجيب العجلة ازاي؟ قوانين العجلة. العجلة تساوي، احسب العجلة في المنطقة دي. طب استنى، انت هتحسب العجلة في المنطقة دي، طب وايه علاقة العجلة دي بالمنطقة دي؟ يقول لك ما انت قايل لك هنا ان هي عجلة مالها منتظمة، يبقى تفرق، يبقى اللي هنا هي اللي هنا. يبقى العجلة تساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زد. يلا يا سيدي، عين 2 بكام؟ عين 2 ب1.3 ناقص عين 1 بكام؟ ب1 على كام؟ دلتا زال بكام؟ قال لك الدلتا زال 11 الأولى ناقص 5 فيها الكام؟ فيها الستة. العجلة بتاعتك هتطلع صفر علامة صفر 5 متر لكل ثانية تربيع. كلام حلو. يلا بقى احسب بقى، ارجع لي بقى. يبقى انت كده بقى معاك العجلة. هات لي بقى القوانين بتاعتك بقى ورص السطر بتاعك. نغمة موسيقية تطرب الأذان. هقول له كده اهو عين 1 ناقص عين صفر تساوي ج في دلتا زال. ماشي. قول لي عين 1 بكام؟ عين 1 ب1 ناقص عين صفر. عين صفر بكام؟ عين صفر مش عارفين، ده دي اللي عايزين نحسبها. ماشي. في الجيم بكام؟ الجيم انت لسه حاسب 0.05 ده اهو 500 في دلتا زال الزمن بكام؟ دلتا زال الزمن ب5. هتحسب يبقى 1 ناقص عين صفر تمام يساوي 0.0. فين استكتي؟ ده هو يا سيدي يساوي 0.05 في 5. نحسبها كده يا معلم، 0.05 في 5 هتطلع معاك بكام؟ ب 0.025. معلش لا 0.25 على طول. ماشي. يلا عايز احسب عين صفر، يبقى اقول له كده اهو عين صفر تساوي تساوي 0.25 تمام. والواحد موجب واحد يروح الناحية التانية سالب واحد. يبقى هتلاقي عين صفر طلعت معاك بكام؟ احسب على الآلة بتاعتك هتطلع 0.75 متر لكل ثانية. يس. اللي بعديها بيقول لك ماذا يحدث بعد تمزق الحافظة الجرثومية لفطر عفن الخبز؟ ايه اللي هيحصل لو انت مزقت الحافظة الجرثومية للفطر بتاع عفن الخبز؟ هقول تتناثر الجراثيم في الهواء الجوي، وعند سقوطها على اول ما تسقط على سطح مناسب، على سطح مناسب تعمل يا ولاد؟ اول ما تسقط على السطح تكون فطرا جديدا، تمام. لغايه بما ان دلوقتي المحافظه ماشيه حلو، هي المساله دي كان فيها فكره شويه. ماشي. يلا نشوف اللي بعديه. قال لي وضع جسمي طوله 5 سنتيمتر على بعد 6 سنتيمتر من عدسه محدبه بعدها البؤري 4 سنتيمتر، فين طول الصوره المتكونه؟ يا عم بسيطه، ادي اهو. هاجي هنا معلش في الحته دي عشان فاضيه كده. انا هرسم عدسه، وادي عدسه، وادي يا عم مركز بصري، وبه بؤره، ميم مركز تكور، به بؤره، ميم مركز تكور.
عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك وضع جسم طوله 5 سنتيمتر على بعد 6 سنتيمتر من عدسة بعدها البؤري 4. البعد البؤري 4 يبقى مركز التكور بكام؟ ب8. حلو. جسم طوله 5 ووضع على بعد 6. 6 يعني وضع بين بابا وبين ماما. الجسم لما يقف بين بابا وبين ماما صورته تطلع كبيرة بعيدة عن ايه؟ بابا وماما. دي الصورة بتاعته. حلو. ماشي. في ان طول الصوره متكونه، الصوره هتطلع صوره مكبره، فطالما الصوره مكبره يبقى اكيد اكبر من كام؟ اكبر من الطول الاصلي. الطول الاصلي كان كام؟ 5، يبقى اختار رقم اكبر من ال5. بدأ تشكيل المجرات بعد حوالي كام مليون سنه من الانفجار العظيم. بدأ تشكيل المجرات بتاعتك بدأت ان هي تتكون بعد 3000 مليون سنه من لحظه الانفجار العظيم. طيب تمام. بعد كده بيقول لك إذا كان عدد الكروموسومات في خلية الزيجوت لأحد النباتات 8 أزواج، فإن عدد الكروموسومات في خلية حبة اللقاح في خلية الزيجوت يعني واخد المشيج المذكر والمشيج المؤنث، يعني في 2N، يبقى ال 2N تساوي 8 أزواج. 8 أزواج يعني كام كروموسوم؟ 2 في 8 ب16، ب16 كروموسوم. اوعى تضحك عليك كلمة أزواج. ماشي. ففي حبة اللقاح الواحدة اللي هي فيها إناية واحدة بس يكونوا كام؟ النص. دي فيها 16 يبقى دي فيها 8 كروموسومات. ماشي. بعد كده بيقول لك إيه يا معلم؟ بيقول لك رسم لك الرسمة اللي قدامك دي، وبيقول لك عايز البعد البؤري وقطر التكور زاوية السقوط. بأمانة الرسمة تبين بتخوف، لكن هي بسكوتية. بص يا سيدي، أول حاجة البعد البؤري، عايز أحسب البعد البؤري. أنا هاجي هنا أهو، أنا دي زاوية سقوط أهو، ودي 80، والشعاع الضوئي انعكس هنا اهو، ودي مراية. ماشي. حلو حلو حلو. وبيقول لي ان المسافة ما بين البؤرة وما بين مركز التكور، الخط اللي واصل ده طوله كله 5 سنتي. ماشي. عايز احسب البعد البؤري. البعد البؤري 5 سنتي. البعد البؤري احنا لسه قايلين يا كيلو البعد البؤري بكام؟ ب5. وقطر تكور المرآة البعد البؤري ب5، يبقى نص القطر بكام؟ ب10، يبقى القطر كله كام؟ ب20، يبقى ب20 سنتيمتر. اطلع يا معلم. عايز احسب زاوية سقوط الأشعة الضوئية. طيب تمام. أنا هرسم عمود مقام وأقسم ال80 على الاتنين، يبقى دي 40 ودي 40، يبقى زاوية سقوط الأشعة الضوئية تساوي كام؟ 40 درجة. ماشي يا سيدي. بعد كده بيقول لك ماذا يحدث لسرعة جسم متحرك إذا زاد الزمن إلى الضعف؟ ماذا يحدث لسرعة جسم متحرك إذا زاد الزمن المستغرق إلى الضعف لقطع نصف المسافة؟ جسم بيتحرك، لو انا زودت الزمن، لو انا زودت الزمن الى الضعف لقطع نص المسافة، عارف تحسبها ازاي؟ تقول له السرعة تساوي المسافة على الزمن. يعني ايه؟ اذا جسم قطع زاد الزمن المستغرق الى الضعف يبقى الزمن ب2 والمسافة بنص، يبقى اكتب على الآلة بتاعتي كده نص على الاتنين، هيطلع معايا بربع، يبقى اقول له تساوي ربع. طالما بتساوي ربع، عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان السرعة تقل الى ربع، فاكتب له كده اهو السرعة تقل الى الربع. ماشي. وضح بالرسم مع كتابة البيانات حدوث ظاهرة العبور. عايز اوضح له بالرسم، هجيب له 2 كروموسوم، واحد بالمنظر ده والتاني بالمنظر ده، وبعد كده ارسم له ان الاتنين كروموسوم واحد جاي من الاب وواحد تاني جاي من الام. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ لو جدع ارسمهم بالوان مختلفة. تعالى كده هنرسم ده بالازرق بالمنظر ده، بلاش يا عم خلينا نفننها فيها. ادي اهو هرسم ده بالازرق بالمنظر ده، وبعد كده اقول له ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هما الاثنين هيبدلوا مع بعض، فالكروموسوم اللي بالاحمر هينزل بالاحمر زي ما هو، والكروموسوم اللي بالازرق هينزل منه حته بالاحمر. فتعالى ادي اهو يا معلم، ادي الكروموسوم اللي بالازرق هينزل منه حته بالازرق، وادي اهو ده زي ما هو اهو مكمل. ماشي. بدلوا مع بعض، وبعد ما يبدلوا مع بعض يبقى حصل تبادل التفاف. ماشي. وضح برسم مع كتابة بيانات خطوات حدوث ظاهرة العبور. هقول له أول حاجة رقم 1 حدث التفاف بين طرفي الكروماتيدين الداخليين. رقم 2 حدث تبادل بين طرفي الكروماتيدين الداخليين فأدى إلى حدوث تبادل في الجينات. ماشي.
بعد كده سيارة تتحرك بسرعة، تحركت سيارة بسرعة منتظمة فقطعت مسافة 4800 متر المسافة خلال دقيقتين، يبقى الزمن ب 120 ثانية. ماشي. ثم ضغط السائق على الفرامل، لما ضغط السائق على الفرامل تناقصت سرعتها، تناقصت يعني العجلة سالبة في سرعتها بمعدل 2 متر لكل ثانية لكل 4 ثواني. تمام، كل 2 متر كل ثانية كل 4 ثواني. يعني أنا معايا عربية ماشية بمسافة كذا خلال زمن كذا، ولما ضغط على الفرامل تناقصت سرعتها بمقدار كذا لكل 3 ثواني. حلو، يبقى أنا معايا السرعة بتاعتها. احسب الزمن اللازم لتوقف السيارة. السيارة تاخد قد إيه زمن عشان تقف؟ أنا عايز أحسب إمتى السيارة بتاعتي تاخد زمن عشان تقف. توقف السيارة يعني السرعة النهائية تساوي كام؟ صفر. حلو، خلينا كده نمسح الجزء ده. توقف السيارة يعني السرعة النهائية تساوي كام؟ صفر. طب تمام ماشي. والسرعة الابتدائية مسافة وزمن، واحسب السرعة الابتدائية ده اهو مسافة وزمن، يبقى السرعة الابتدائية تساوي كام؟ تساوي المسافة ب 4800 على ال 120. يبقى أقول له كده أهو 4800 على 120 هيطلع معاك يا معلم بكام؟ تطلع معاك عين واحد تساوي 40 متر لكل ثانية. يبقى معايا عين واحد ومعايا عين اتنين. عايز ناقصك ايه تاني عشان تجيب الزمن؟ ناقصك العجلة. فبيقول لي انا ناقصني احسب ايه بعد كده؟ دلوقتي ناقصني احسب العجلة. العجلة بقى بتساوي ايه؟ العجلة مديك 2 متر لكل ثانية و4 ثواني، يعني مديك سرعة ومديك زمن. ترجع لقانون العجلة. قانون العجلة السرعة على على الزمن. يبقى السرعة بكام؟ السرعة ب2 والزمن بكام؟ الزمن ب4. يبقى 2 على 4 ومش 2 على 4، سالب 2 على 4. عارف ليه سالب 2؟ عشان ما تنساش ان قال لك تناقصت السرعة. يبقى انا على الآلة بتاعتي اقول له سالب 2 على 4، تطلع العجلة معايا بسالب نص. طيب تمام، يبقى دي مقدار العجلة متر كل ثانية تربيع عشان عجلة سالبة. يلا بقى احسب الزمن. احسب ازاي الزمن؟ تعالى زي ما انا علمتك، لحن موسيقي كده يطرب الاذان. عين 2 ناقص عين 1 يساوي ج في دلتا زد. انت عايز تحسب ايه؟ عايز احسب الزمن. طيب تمام، نحسب الزمن ازاي؟ اعوض. عين 2 بكام؟ يلا قال لك عين 2 اهي بصفر، ناقص عين 1 بكام؟ عين 1 ب40. ادي اهو عين 1 قسمنا الاثنين على بعض طلعت معايا ب40. ماشي. في ج بكام؟ بسالب نص اهو، سالب 0.5 مضروبة في دلتا زي. على الآلة بتاعتي أحسب كل الكلام ده. صفر ناقص 40 تساوي كام؟ تساوي نص في الزمن. يطلع معاك الزمن بكام؟ هتحسب الكلام ده كله على الآلة بتاعتك، هتطلع معاك الناتج بتاعك ب 80 متر، سوري ب 80 ب 80 ثانية. ليه يا حبيبي 80 ثانية؟ بص يا معلم، دي طريقة. في طريقة تانية اللي هي أنا أحط مثلث ودلتا زال وعين 2 ناقص عين 1 وجيم، وعايز احسب انت الدلتا زال. يبقى الدلتا زال تساوي عين 2 ناقص عين 1. عين 2 بكام؟ عين 2 بصفر، ناقص عين 1 تساوي كام؟ ناقص 40 على كام؟ على الجيم العجلة. العجلة بكام؟ بسالب نص. هتطلع معاك تساوي برضو 80 ثانية. ده طريقة ودي طريقة، حل بالطريقة اللي تعجبك. بعد كده أكمل. قطع شخص مسافة 300 متر شرقا في 20 ثانية ثم عاد إلى نقطة بداية مستغرقا 40 ثانية. بص يا معلم، شمال جنوب شرق غرب. قطع شخص اهو مشي شرقا كده اهو مسافة 300 متر، 300 متر في زمن قد ايه؟ 20 ثانية. ثم عاد إلى نقطة البداية. نقطة البداية يعني الإزاحة تساوي صفر. اهو ما تنساش نقطة البداية يعني الإزاحة تساوي صفر، مهمة خليها في دماغك. فعاد إلى نقطة البداية مستغرقا زمن 40 ثانية. واكيد المسافه بتاعته كانت كام؟ برضو كانت 300 متر هي. ماشي. فان السرعه المتوسطه خلال رحله الذهاب تساوي كام؟ بص على الفرح ده كله عايز الذهاب فقط، رحله الذهاب بس، انا ورايح كده كلفت قد ايه؟ سرعه على زمن. طيب تمام، السرعه بكام؟ قال لك سوري، المسافه على زمن. المسافه بكام؟ المسافه راحت فين؟ المسافه قال لك المسافه ب 300. ادي اهو المسافه ب 300. والزمن بكام يا معلم؟ قال لك الزمن يساوي 20 ثانيه. يبقى 300 على كام؟ على 20 هتطلع معاك بكام يا معلم؟ ب 15 متر كل ثانية. المرآة نقط يستخدمها لطبيب الأسنان أثناء الكشف. طبيب الأسنان عايز يستخدم مراية تكبر، يبقى المراية المقعرة. ماشي. بعد كده يعتقد العلماء أن بداية الكون كانت عبارة عن كرة غازية مرتفعة الضغط والحرارة. ماشي، غازية ضئيلة جدا
ومرتفعة الضغط والحرارة. وقف الجسم في منتصف المسافة بين مرآتين مقعرتين، بين مرآتين، واحدة مقعرة والتانية مستوية، فتكونت له صورة مساوية في الحالتين. عارف يعني ايه؟ يعني في مراية مقعرة يا بيه وفي مراية مستوية، والجسم وقف هنا اهو فطلعت لي صورة مساوية هنا اهو، ودي حاجة طبيعية للمراية المستوية، لكن طلعت لي صورة تانية مساوية هنا يا معلم بالمنظر ده. يبقى معنى كده ان الجسم واقف عند مركز الايه؟ التقوم. بعد كده في الحالتين فتكون صورة مساوية في الحالتين، فالمسافة بينهما 16. ركز، المسافة بين ايه وبين ايه؟ وقف الجسم في منتصف المسافة بين مرآة مقعرة ومراية مستوية، فتكونت له صورة مستوية في الحالتين. المسافة بينهما تساوي كام؟ 16. حدد موضع الايه؟ المراية. المسافة ما بين الجسم وما بين الصورة، تكونت له الصورة في المراية المستوية، المسافة ما بين الجسم وما بين الصورة ب 16. يبقى الجزء ده ب8 والجزء ده ب8، يبقى مركز التقور بكام؟ هو كمان ب8. يبقى البعد البؤري بكام؟ ب4. ماذا تريد؟ حدد موضع الجسم من المرآة المقعرة. الجسم يقف عند مركز التقور. عايز تكتبها صح عربي اكتب له ضعف البعد البؤري. ماشي، واحسب البعد البؤري حسبناه ب4. ماشي، وضح بالرسم العلاقة بينية بين المسافة والزمن. مسافة ف وزمن ز لجسم يتحرك بسرعة جسم يتحرك بسرعة منتظمة ثم يتوقف عن الحركة. بص يا معلم، يتوقف عن الحركة، معلش طب نقسمهم حتة حتة. نبدأ أول حاجة بالسرعة المنتظمة. السرعة المنتظمة يعني مسافة وزمن وخط طالع لفوق. جسم متوقف عن الحركة يعني مسافة وزمن وخط ماشي كده اهو. عايز ادمج الرسمتين مع بعض، يبقى اقول له مسافة وزمن وايه وجسم طالع كده اهو وبعد كده توقف، يعني هنقول له هنا توقف كده شوية. ماشي، بعد كده بيقول لك عند وضع الجسم امام عدسة محدبة لم ترى صورته على حال. ركز في الكلام، معلش دي ما اتمسحتش. يلا يا سيدي، بيقول لك عند ايه؟ عند وضع الجسم امام عدسة محدبة لم ترى صورته على حال. ركز في الكلام، هو بيقول لك لم ترى صورته على حال، ما قالكش ان الجسم صورته ما ظهرتش، بس ما ظهرتش على حال. لم ترى صورته على حال يعني الصورة مالها؟ تقديرية. يبقى انا الغي الكلام ده واقول له ان الصورة بتاعتي صورة تقديرية. حدد موضع الجسم، ارسم مسار الاشعة، اذكر خواص الصورة. يا عم تعال، ادي اهو، يديني اللون الاحمريكا. بص يا سيدي، ادي اهو هرسم عدسه وارسم مركز بصري، وادي صاد وادي ب بؤره وادي م مركز تكور وادي ب بؤره وادي م مركز ايه؟ تكور. ماشي، بعد كده الجسم واقف قريب جدا 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 من الايه؟ واقف قريب جدا من الايه؟ من العدسه. فيطلع عليه كام شعاع يا معلم؟ يطلع عليه شعاعين، شعاع موازي وشعاع يروح للمركز الايه؟ البصري. الشعاع الموازي يروح لفين؟ للبؤر، وشعاع المركز البصري يمتد على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. واطلع للاشعه بتاعتي من ورا كده امتدادات. فلما اجي اطلع امتدادات ادي اهو، هطلع امتدادات بالمنظر ده، واطلع امتدادات هنا اهو، نقط ادي نقط 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 بالمنظر ده. هلاقي الاشعه اتقابلت مع بعض ورا فكونت له صوره لا يمكن استقبالها على الحائل، يعني الصوره مالها؟ تقديريه. عايز حدد موضع الجسم. الجسم يقف قريبا جدا بين المركز البصري، اجلت عليه هنا، بين المركز البصري والبعد البؤري قريبا جدا من العدسة. ماشي، ارسم رسمت، اذكر خواص الصورة. نذكر خواص الصورة. خواص الصورة دي صورة مالها؟ أي صورة تقديرية معتدلة مكبرة. ماشي، بعد كده بيقول لي في إحدى الأطوار الانقسام الخلوي ابتعد الكروموسومان متماثلين عن بعضهما حيث انكمشت خيوط المخزن واتجه أحد الكروموسومين إلى أحد القطبين والثاني إلى القطب الآخر. ما اسم هذا الطور؟ أكيد ده طور انفصالي، هما اللي كل واحد فيهم راح في حتة تانية، يبقى ده طور إيه؟ انفصالي. ما عدد كروموسومات الخلايا الناتجة بالنسبة للخلية الأصلية التي حدث بها هذا الطور إذا علمت أن الخلية الأصلية بها 46 كروموسوم؟ اللفة دي. بص يا معلم،
انا عندي خليه فيها 2 كروموسوم متماثلتين شبه بعض، 2 كروموسوم متماثلين شبه بعض، وهيبداوا ان هم يبعدوا عن بعض وكله يطلع لك احاد الكروموسوم. يبقى ده انفصالي اول ولا تاني؟ ده انفصالي اول. ماشي. عايز عدد كروموسومات الخليه الناتجه بالنسبه للخليه الاصليه التي حدث بها هذا الطور، علما ان الخليه الاصليه 46. يعني انت معاك الخليه الاصليه 46، قول لي الخليه الناتجه يكون عدد الكروموسومات فيها كام؟ تقسم على الاتنين عشان ده انقسام ميوزي، داخل باتنين ان خرجت بان واحده بس، فال 46 هتطلع معاك بتلاتة وكام؟ و20. يلا اللي بعده. صوب يا معلم. بيقول لي اذا كان شعاع الضوء الساقط منطبقا على العمود المقام فان زاويه السقوط تساوي كام؟ حلوه دي. اذا كان شعاع الضوء الساقط منطبقا على العمود المقام، عندي مرايه، عندي عمود مقام، بعد كده الشعاع الضوء الساقط منطبقا على العمود المقام يعني نازل كده اهو على العمود المقام. ماشي. فان زاويه السقوط تساوي صفر. زاويه السقوط تساوي الانعكاس تساوي صفر. تمام. كانت العلماء من تاريخ نشأة الكون منذ اللحظة الأولى نشأته نتيجة التقدم العلمي في علمي الفلك والفيزياء. ماشي. جسم يتحرك في مسار دائري خلال نصف دورة. حلو السؤال ده، ركز بقى كده يا سيدي بقى معايا. ركز عشان المسائل بتاعت المحافظة دي ما بترحمش الأمانة. جسم يتحرك في مسار دائري خلال نص دورة. يبقى أنا عندي مسار دائري وفي جسم ماشي في المسار الدائري وعدى بالمسار الدائري نص ايه؟ دورة. حلو. بعد كده فإن النسبة بين إزاحته والمسافة بتاعته تساوي قد ايه؟ اتحرك في مسار نص دائري، يعني نص دايرة ادي اهو، وعايز النسبة بين الإزاحة وبين المسافة يبقى تساوي 2 اللي هو النص ده والنص ده على طه. على الطه اللي هي باي اللي هي 22 على كام؟ على 7. علل ليه؟ العجله كميه فيزيائيه متجهه والكتله كميه فيزيائيه متجهه. اوكي، لان العجله يلزم لتحديدها معرفه مقدارها وايه يا معلم؟ واتجاهها، بينما الكتله يلزم لتحديدها معرفه مقدارها فقط. زي ما انا مليتك كده اكتب طبعا. توضع مرآة محدبة عند زوايا الطرق الضيقة. ليه في مراية محدبة عند زوايا الطرق الطريقة؟ عشان المراية المحدبة تكون صور مصغرة للطريق فتمنع حدوث الحوادث. ماشي. جسمين A و B يتحركان بسرعة منتظمة. يبقى أنا عندي A وعندي B وهما الاتنين ماشيين بسرعة منتظمة. بعدين يتحرك الجسم A طبقا للعلاقة المسافة تساوي زال على الاتنين. ده الجسم مين؟ A. بيقول إن المسافة تساوي زال على الاتنين، دي علاقة. ماشي ماشي على أساسها. ماشي. ويتحرك الجسم B طبقا للعلاقة اللي بتقول إن الفه بتساوي 2 زال. ماشي. احسب النسبة بين سرعة الجسم في النسبة A علما بأن زمن الحركة إيه؟ ثابت. طيب تمام. يبقى هو عايز يلغي الإيه؟ الزمن. يعني عايز يقول لك إيه؟ يعني عايز يقول لك إن الجسم فيه ماشي بمسافة كام؟ 2 مع الزمن ثابت، والجسم بتاع فيه إيه؟ ماشي بمسافة كام؟ نص. عايز أعمل إيه؟ عايز أحسب النسبة بين سرعة الجسمين. دي المسافة بتاعته للضعف، يبقى السرعة بتاعت الجسم B زادت للضعف. ماشي. بينما السرعة بتاعت الجسم ايه؟ الجسم ايه للنص، يبقى السرعة بتاعت الجسم ايه برضو للايه؟ للنص. عايز النسبة ما بين الجسم ايه الى الجسم ايه، يبقى ضعف على ايه؟ نص. يبقى 2 يا معلم على كام؟ على نص. هتطلع معاك بكام؟ ب4 على 1. يبقى دي النسبة ما بينهم. ماشي. ما الهدف من الانقسام الميوزي الثاني مع ذكر اسم خلية ناتجة منه. عايز الهدف من الانقسام الميوزي الثاني. الهدف من الانقسام الميوزي مصر انا عارف تكوين خلايا ناتجة كل خلية فيهم تحمل نصف المادة الوراثية ليساعد في التنوع الوراثي. وبعد التنوع الوراثي ايه هي؟ اتمام عمليات التكاثر الجنسي. ما هدف من الانقسام الميوزي؟ قلنا تنوع وراثي وتكاثر ايه؟ جنسي. وما ما ذكر اسم كل خلية من الخلايا الناتجة. الخلايا الناتجة اسمها مشيج. لما يقول لك تكاثر الجنسي الخلايا الناتجة اسمها زيجوت، لكن هنا بيقول لك الانقسام الميوزي الثاني فيطلع ايه؟ مشيج. كده يا معلم نكون احنا خلصنا المحافظة دي، واتمنى تكونوا يا حبيبي استفدت. يلا جود باي.